السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي متابعي قناة زراعة أونلاين. معاكم المهندس محمود آدم. هنتابع مع بعض محصول الكنتالوب، ويمشي برضو معاه محصول الشمام بنفس المعاملات ونفس كل حاجة. طب الزرع ده كله كان متغطي زي ما حضراتكم شايفين كده، في الآخر خالص في بلاستيك هنا اهو. بدينا نرفع البلاستيك، في بس نقطة مهمة جدا لازم تاخد بالك منها في الكنتالوب أو الشمام. لو أنت عايز تشيل البلاستيك خالص لازم ترفع هوايات زي ما احنا قلنا في الفيديو السابق بتاع الكنتالوب والشمام. لازم نرفع هوايات سلكين وسلك، سلكين وسلك، ونرفع هوايات خلفية، يعني في اخر او عكس البلاستيك من الناحية التانية. بنبدأ نرفع هوايات علشان الهواء يخش الزرع، لان لو كشفت مرة واحدة الورقة عندك بتحصل لها انكماش زي كده او حروقة زي كده اهي، زي ما حضراتكم شايفين. ده تأثير رفعة الهواء او الزرع اتكشف اثناء الهواء، بيبقى عندك شفاطه زي كده في الورق. وطبعا قبل ما الورق يرد تاني ويرجع تاني للاصل بتاعه اللي هو زي كده بياخد وقت. هو الحمد لله بفضل الله احنا ما عندناش في الارض عندنا كلها اي حاجه متحروقه، زي ما حضراتكم شايفين الزرع كله اخضر. الله اكبر من الله. وبنبدا في اليوم اللي بنرفع فيه هوايات بنسيب حوالي بتاع 3 4 ايام نرفع هوايات اماميه وخلفيه، وبعد كده بنبدا نكشف. بس التكشيف خد بقى النقطه ديت، التكشيف بيبقى الفجر بدري خالص قبل ما الشمس تطلع عليه. بترفع البلاستيك تكشف خالص البلاستيك الفجر. وكمان ممكن في ناس بتبيته مكشوف، يعني بتبقى مثلا على الساعه 8 بالليل 9 بالليل بيروحوا كاشفين الزرع ويسيبوه مكشوف، او ممكن كمان يروحوا شايلين عليه الكوام الرمله ويسيبوه متهوي، وبعد كده الفجر يروحوا كاشفين. دي اهم نقطه في الشمام علشان الشمام عندك ما تلسعش من الهواء، ولا يحصل له حروقه، ولا يحصل ليه اي تغير في شكل الورقه. زي ما حضراتكم شايفين كده ما شاء الله الزرع لحم في بعضيه. احنا بقالنا كده 3 ايام مكشفين الكنتالوب ده. طبعا ده زرع كنتالوب مش شمام. مكشفين الزرع ما شاء الله 3 4 ايام الزرع قفل في بعضيه خالص زي ما حضراتكم شايفين، والتزهير بدأ يظهر، والعقد كمان بدأ يظهر معانا. وبدأ عندنا يرمي زيتون صغير كده. ده طبعا اثناء التهوية اللي احنا عملناها، او هواية على السلوك زي ما حضراتكم شفتوه في الفيديو السابق على الموضوع كنتالوب والشمام والتهوية، او امتى نهوي كنتالوب وشمام. ده لما هوينا بدأ يحصل عندنا عقد. اما كان الاول كان كله زي ما كده شايفين الزهرة تصفر وتدبل وتموت. لما هوينا بدأ عندنا عقد ما شاء الله اهو زي ما حضراتكم شايفين عقد، ولسه في عقد تاني جاي. ده زيتون رمي زيتون صغير كده خلاص دوت ما شاء الله كده مش هينفل ولا يموت ولا يحصل اي حاجه. زي ما حضراتكم شايفين اهو بدأ يرمي في الاطراف، بدأ يحصل عقد. ده نتيجه التهويه. طيب هنحتاج ايه في الفتره دي نرشها؟ هنحتاج نرش رشه فوسفور عالي مع بوتاسيوم، ورشه كالسيوم دي ضروري مع بورون، ورشه فطري يفضل يكون المنكوزيب مثلا مع ميتلاكسير عشان ما يحصلش عندك اي بياض زغبي يجي او اي فطري يشتغل معاك، ورشه بياض دقيق. يبقى احنا كده محتاجين 4 رشات بوتاسيوم مع فوسفور، ومحتاجين رشه كالسيوم مع بورون، ومحتاجين رشه بياض زغبي، ومحتاجين رشه بياض دقيق. طبعا بنفصل بينهم رشه طحالب بحيث ان الزرع يرد معانا ما يرجعش معانا. وهنحتاج برضه رشه عنكبوت علشان الحمراء او تاثير الحمراء عندك ما يبقاش ظاهر في الارض او يتاثر معاك في الزراعه. اما بالنسبه للتسميد، التسميد بنسمد بك بوتاسيوم على فوسفور، ونسمد معاه عشرينات. ولو عايز ما عندكش عشرينات ممكن تحط نترات النشادر اللي احنا كلنا عارفينها 33.5%. ومحتاج تسميدة منشط الجذور علشان الجدر عندنا يشتغل ما يقفش معاك، يفضل مكمل على طول معاك. ده صنف جديد منزلينه لونه ابيض زي ما حضراتكم شايفين. بعد كده تبدا الثمره تخشن وتلون، بيبقى لونها اصفر ذهبي مفيش مشكله خالص فيه، بس بتبقى الشبكيه بتاعته عاليه جدا، الصلابه عاليه جدا، السكر بتاعه عالي جدا. العادي طبعا بتاعه ما شاء الله عليه، تحملاته لعفان التربه ما شاء الله عليه.
ده صنف، وفي صنف تاني اهو برضو شكل الثمرة اخضر شوية. وده كان فيديو جديد ماذا بعد تكشيف. وبكده نكون خلصنا الفيديو. ولو عجب حضرتك الفيديو ما تنساش تعملنا لايك، ولو في اي استفسار او تعليق ممكن تسيبه لنا في التعليقات اسفل الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.